السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم مع مطبخ نور جيتكم بوصفه جديده اللي هي صابلي شوكولا محشيه بالكراميل والجوز. هذا الصابلي يجي بزاف بنين والشكل كيما راكم تشوفوا الشكل راقي. نمر مباشره تعرفوا على طريقه التحضير. لهذه الوصفه نحتاجو 125 غرام مارغرين طريه، يعني مارغرين بدرجه حراره المطبخ. نزيد عليها حبه بيض مع 4 مغارف كبار سكر ناعم كما راكم تشوفوا حوالي نص كاس. راني هنا كيلتهم معاكم، خرجوا لي 4 مغارف كبار. ونخلط كامل هذه المكونات بالباتو حتى نتحصل على قوام كريمي. ودوك نجي نضيف 4 مغارف كبار مايزينا مع مغرفة كبيرة كاكاو بني، نخيروا نوعية تكون مليحة. هنا راني درت حوالي 12 غرام. مغرفة صغيرة لافاني، ونزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع الزيت، ونكمل نخلطهم مليح حتى نحس بلي هاد المكونات امتزجت مع بعضها. وهنايا نبدا نزيد الفارينه، لازم نغربلها كما راكم تشوفوا. راني فوتها في الصفايه ونزيد عليها نص باكي خميره كيميائيه ما يعادل 5 غرام. نزيد الفارينه غير بشويه حتى تنطم العجينه، نتحصل على عجينه طريه. نحطها في ساشي وندخلها الثلاجه حوالي نص ساعه ونجي نخدمها. بعد ما ريحت العجينه شويه راني جبتها من الثلاجه. هنا جبت ساشي فتحته حطيته على طاوله العمل، نحط العجينه ونزيد فوقها ساشي اخر. كما تقدروا تستعملوا ورق الطهي. نحلها بسمك يكون متوسط، ماشي رقيقه وماشي خشينه لانه راح نلصق حبه فوق اختها. وجبت هذا الطابع الدائري، راح نطبع كامل العجينه ونحطهم في سنيوه نكون فرشت لها ورق الطهي وندخلهم للفرن اللي نكون شعلته 20 دقيقه مسبقا على 160 درجه. نطيبهم من التحت غير نشوفهم شدوا روحهم، نزيد نشعلهم من الفوق حوالي 5 دقائق ينشفوا برك نحيهم. وهنا العجينه اللي قعدت لي نعاود نطمها ونحلها مباشره، نخدمها ما لازمش نعجنها. بعد ما شكلت كامل الصابلي حطيته في سنيوه، نصف الكميه راح نثقبها في الوسط. انا استعملت هذه الاداه وانتم استعملوا اي اداه تساعدكم. درت هذه الطريقه باش نحافظ على شكل الحبه وما تتكسرش كي نرفدها.
هاوليك الشكل الصابلي تاعي بعد ما طاب. هنا راني وجدته، حطيت حبه فوق حبه، وفي حمام مائي ذوبت 200 غرام شوكولا بالحليب، نضيف عليها حوالي مغرفه كبيره تاع الزيت. نخلي الشوكولا جانبا ما بيد ما نلصق الصابلي. هنا راح نلصق حبه فوق حبه بشويه كراميل، ما نكثرش، ندير غير شويه في الاطراف ونزيد عليها الحبه اللي تجي من الفوق، وفي الوسط نعمرو بكميه مليحه تاع الكراميل. ودوك ناخد كمية تاع الجوز، نقسم الحبة على زوج ونحطها فوق الكراميل. لازم ندير كمية مليحة. هنا راني درت حبة ونص، نغطي كامل هاد الحفرة اللي عمرتها بالكراميل. ولهنا راح نقلاصي الصابلي. وقبل ما نديرلو الشوكولا، الصابلي سواء كان محشي بالكراميل ولا كريمة الزبدة ولا اي حشو ديروه، لازم تدخلوه للثلاجة باه يشد روحه. وهكا كي نجي نطلي الحبة ونخبطها باه تحبط الشوكولا وتتساوى، ما راحش تهرب الطبقة على اختها وتجي الحبة متحوفة. انا هنا الصابلي راني شبعته بالشوكولا، ندير كميه مليحه تاع الشوكولا ومن بعد نحكمها ونخبطها مليح مليح باش هذيك الشوكولا تحبط، تقعد لي طبقه رقيقه ويظهر لي الشكل تاع الجوز من الفوق. بعد ما نشفت الشوكولا نحي الزائد في الاطراف، نساوي كامل الحبات ونحطهم مباشره في الكيسات. هاوليك الصابلي تاعي راه جاهز، وكتزيين خفيف راني زدتلو من الفوق الورقه الذهبيه. الشكل تاعو جا بزاف شباب. نتمنى يعجبكم الصابلي تاع اليوم، وصفه في متناول الجميع ويخرج كميه مليحه. وهنا خرج لي 19 حبه. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا القوام تاعو، يجي هشيش وبزاف شباب. والبنه واش نقول لكم، مزيج بين الكراميل والشوكولا والجوز، يوالم لاعيادكم والافراحكم ان شاء الله وكل مناسبات. وصفة في متناول الجميع ويخرج كمية مليحة. إذا عجبتكم هذه الوصفة ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجوها مع الأصدقاء. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تلقاو في وصفات أخرى والسلام عليكم.